يعني ايه سينما واقعيه؟ سينما واقعيه يعني صلاح ابو سيف سنه 52 عمل فيلم اسمه الف توا بتاع فريد شوقي وزكي رستم وتحيه كاريوكا وميمي شكيب وتوفيق الدين. وكان الموضوع منتشر جدا، فكره التجار الجشعين. وكان في معلم كده مشهور جدا اسمه المعلم زيدان. المعلم زيدان ده كان مسيطر على السوق بجد، مش هزار. يعني شخصيه الاستاذ زكي رستم دي كانت بجد مش اي كلام. عشان كده صلاح ابو سيف كان مركز جدا مع المجتمع، عشان كده بنسميه صلاح ابو سيف السينما الواقعيه. والموضوع ده بتاع المعلم زيدان اثر في المجتمع قوي جدا، لدرجه ان الناس قالت ان القصر الملكي هو اللي ورا الحكايه. طب ليه يا جماعه ورا الحكايه دي؟ عشان خاطر يجوعوا الشعب. كل ما الحاجه تبقى غاليه، كل ما الحاجه تبقى مش موجوده، كل ما الحاجه تبقى كده. يعني نعمل تجويع للشعب. انتوا شايفين طبعا. ومن هنا جت قصة الاحتكار. يعني ايه واحد يحتكر السوق؟ يعني ياخد كل البضاعة اللي في السوق ويبيعها على كيفه. وده حصل في